دعونا ننطلق مباشرة في استعراض القوائم النهائية لأبرز المقالات الفلسفية المقترحة لبكالوريا 2026. سنستعرض هنا المقالات المتوقعة من أبرز الأساتذة لكل شعبة، وسنكتفي بتسميتها فقط وبدون أي شرح إضافي. البداية مع شعبة العلوم التجريبية والرياضيات، لنتعرف معاً على أبرز المقالات المتوقعة لهذه الشعبة هذا العام. القائمة الأولى تضم 4 مواضيع مهمة جداً: الفرضية، العنف والتسامح، أصل الرياضيات، ومقال الحتمية واللا حتمية. ولتكتمل القائمة لدينا أيضاً البيولوجيا، الحرية والمسؤولية، أهمية الفلسفة، ونتائج العلوم التجريبية. ننتقل الآن إلى شعبتي تقني رياضي وتسيير واقتصاد، حيث نلاحظ تركيزاً على مواضيع محددة ومثيرة للاهتمام. المقالات الأساسية هنا هي البيولوجيا، العلم والفلسفة، العلوم الإنسانية، المذاهب الفلسفية، وأخيراً نتائج الرياضيات. ماذا عن شعبة اللغات الأجنبية؟ دعونا نكتشف فوراً القائمة النهائية والمرتقبة بقوة لهذه الشعبة. تتصدر القائمة مقالات وظائف اللغة والفكر، الحرية والمسؤولية، المشكلة العلمية والإشكالية الفلسفية، ومقال الرياضيات المطلقة والنسبية. يضاف إلى ذلك مقالات أخرى مهمة، وهي الشعور بالأنا والغير، العولمة، ومقال الدال والمدلول. وصلنا الآن إلى النقطة الأهم، الشعبة الأساسية، شعبة الآداب والفلسفة، لنستعرض قوائمها المليئة بالتوقعات القوية. القائمة الأولى هنا تشمل بقوة الإحساس والإدراك، العادة والإرادة، الحق والواجب، والذاكرة الفردية والاجتماعية. وفي القائمة الثانية نجد العدل بين التفاوت والمساواة، الشغل، الحقيقة المطلقة والنسبية، ومقال الأنظمة السياسية. تقاطع مذهل هنا، مقال الحرية والمسؤولية يعتبر أولوية قصوى ومشتركة بين شعبتي العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية. يصف الخبراء هذه القوائم بأنها مساعدات إنقاذ، فهي تعتبر أولويات مراجعة قوية جداً، ولكنها ليست ضمانات مطلقة. مع اكتمال هذه القوائم، أي مقال فلسفي سيكون نقطة الانطلاق الأولى نحو التفوق اليوم. كل التوفيق.